بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث المتوسط. درس اليوم سيكون حل تمارين صفحة 35 فقرة تأكد من فهمك. موضوع الدرس تحليل المقدار الجبري باستعمال العامل المشترك الأكبر. الفقرة الأولى تأكد من فهمك. حلل كل مقدار باستعمال العامل المشترك الأكبر وتحقق من صحة الحل. أولا لاحظ 9x تربيع سالب 21x. أولا لاحظ 9x تربيع سالب 21x يساوي، نقوم بتحليل المقدار باستعمال العامل المشترك. العامل المشترك بين 9 وال 21 هو 3، إذا نقوم بإخراج 3 عامل مشترك، بينما الرموز هو x، ثم نقوم بالتحليل. 9 تقسيم 3 x تربيع تقسيم x هو x سالب، ثم أيضا نطرح أو نقسم 21 تقسيم 3 7 وx تقسيم x يبقى 7 فقط، إذا الناتج هو 3x بين قوسين 3x سالب 7. ثانيا 10 سالب 15y زائد 5y تربيع، نقوم بتحليل المقدار. لاحظ أن الأعداد العامل المشترك بين الأعداد هو 5، لاحظ 10 و15 و5 العامل المشترك هو 5، بينما الرموز لاحظ أن المقدار الأول لا يحتوي على رمز، إذا بدون رمز. 10 تقسيم 5 2 سالب 15 تقسيم 5 3 y زائد 5 تقسيم 5 1 ويبقى لدينا y تربيع. ثالثا 14 z أس 4 سالب 21 z تربيع سالب 7 z أس 3، نقوم بتحليل المقدار. لاحظ أن العامل المشترك بين الأعداد لدينا 14 و21 و7، السبعة هو العامل المشترك بين الأعداد، بينما الرموز دائما نأخذ أصغر رمز. لاحظ z أس 4 z أس 2 و z أس 3، إذا z تربيع هو العامل المشترك. نقوم بعد القسمة 14 تقسيم 7 2 وz أس 4 تقسيم z أس 2، يبقى لدينا z أس 2. عند القسمة تطرح الأسس سالب 21 تقسيم 7 3 وz أس 2 تقسيم z أس 2 سالب 7 تقسيم 7 1 وz أس 3 تقسيم z أس 2، يبقى لدينا فقط z، إذا الناتج يكون بهذه الصيغة. رابعا جذر 8 t تربيع r زائد جذر 2 في t r تربيع سالب جذر 3 t r، نقوم بتحليل المقدار. الخطوة الأولى نقوم بضرب جذر 2 في المقدار أو القوس، إذا جذر 8 هو 2 جذر 2 جذر 2 t r تربيع زائد جذر 2 في t r تربيع هو جذر 2 t r تربيع سالب جذر 2 في جذر 3 جذر 2 في جذر 3 t r. نقوم بإخراج عامل مشترك، نقوم بإخراج. لاحظ جذر 2 مشترك و t r مشترك، إذا جذر 2 t r هو مشترك. نقوم بعد القسمة، يبقى من المقدار الأول 2 و t تقسيم t تربيع تقسيم t يبقى t و r تقسيم r زين زائد جذر 2 جذر 2 أيضا، يبقى لدينا من المقدار الثاني فقط r سالب جذر 2 تقسيم جذر 2، يبقى لدينا فقط جذر 3 فقط من المقدار الأخير.
السؤال الثاني حلل كل مقدار باستعمال ثنائية الحد كعامل مشترك أكبر. السؤال الخامس 3y في y سالب 4 ناقص 5 في y سالب 4. نقوم بتحليل المقدار. السؤال الخامس لاحظ أن هناك المقدار y سالب 4 هو العامل المشترك ثنائية الحد. لاحظ أن هناك الأقواس هي المشتركة، إذا نخرج y سالب 4 كعامل مشترك، وعند القسمة يبقى فقط من المقدار الأول 3y سالب، والمقدار الثاني يبقى فقط 5. السؤال السادس لاحظ 1 على 4 بين قوسين t زائد 5 زائد 1 على 3 t تربيع بين قوسين t زائد 5. أيضا نلاحظ أن الأقواس هي العامل المشترك، داخل الأقواس هي العامل المشترك t زائد 5. نقوم بإخراج t زائد 5 كعامل مشترك، يبقى من القوس أو المقدار الأول فقط 1 على 4 زائد، ويبقى من المقدار الثاني فقط أيضا 1 على 3 t تربيع. السؤال السابع أيضا بنفس الطريقة، لاحظ أن الأقواس هي العامل المشترك، نقوم بإخراج الأقواس كعامل مشترك، وعند قسمة المقدار الأول على x زائد 1 يبقى فقط جذر 2n سالب، وعند القسمة أيضا المقدار الثاني على x زائد 1 يبقى فقط لدينا جذر 3m. ثامنا لاحظ أيضا الأقواس هي العامل المشترك، x تربيع سالب 3 هو عامل مشترك، إذا نقوم بإخراج x تربيع سالب 3 كعامل مشترك، يبقى من المقدار الأول عند قسمة فقط 2x زائد، ويبقى أيضا من المقدار الثاني فقط 7. لاحظ السؤال الآخر حلل كل مقدار باستعمال خاصية التجميع وتحقق من صحة الحل. السؤال التاسع 3y تكعيب سالب 6y تربيع زائد 7y سالب 14. نقوم باستعمال خاصية التجميع واستعمال العامل المشترك عند التحليل. نقوم بتحليل المقدار باستعمال خاصية التجميع، بمعنى نضع كل مقدارين أو حدين داخل قوس. لاحظ أن الحد الأول والثاني بينهم عوامل مشتركة، إذا نضع الحد الأول والحد الثاني داخل قوس، ونضع أيضا الحد الثالث والرابع بين أقواس لوجود العوامل المشتركة. نخرج 3y تربيع عامل مشترك 3y تربيع، وعند القسمة يبقى فقط y من الحد الأول سالب 2 من الحد الثاني زائد، نخرج 7 من الحد الثاني والثالث، أيضا يبقى لدينا y سالب 2. نخرج أحد الأقواس كعامل مشترك y سالب 2، فيبقى 3y تربيع زائد 7. السؤال العاشر نقوم بوضع كل مقدارين داخل قوس بشرط أن يكون بينهم عوامل مشتركة. لاحظ أن 21 وال3 يوجد بينهم عوامل مشتركة وهو 3، وال35 أيضا وال5 بينهم عوامل مشتركة وهو 5. نخرج الثلاثة كعامل مشترك من المقدار الأول، ونقسم 21 تقسيم 3 يبقى 7 ناقص، وعندنا قسمة 3x تقسيم 3 يبقى فقط x زائد. أيضا نخرج 5 من المقدار الثاني كعامل مشترك وx تربيع أيضا، وعند القسمة 35 تقسيم 5 يبقى فقط 7 زائد ناقص، و5 تقسيم 5 1، وعند القسمة x تكعيب تقسيم x تربيع يبقى فقط x. لاحظ أصبح لدينا 7 سالب x عامل مشترك، نخرج 7 ناقص x كعامل مشترك، وعند القسمة يبقى فقط 3 من الحد الأول زائد
5x تربيع. سؤال 11. لاحظ أن الحد الأول والثاني لا توجد بينها عوامل مشتركة، ولكن بين الأول والثالث توجد عوامل مشتركة. إذا نقوم بوضع الحد الأول مع الحد الثالث 4r تربيع v داخل قوس زائد، والحد الثاني 3k تربيع v سالب 6v تربيع k أيضا داخل قوس. نخرج 2 عامل مشترك 2 من الأعداد و r تربيع وعند قسمة الحد الأول 2 r تربيع k يبقى فقط k سالب 2 تقسيم 2 يبقى 2 v من الحد الثاني. أيضا نخرج من الحد أو القوس الثاني نخرج العامل المشترك 3 كي في فيبقى من القوس أو الحد الحد الأول يبقى فقط كي سالب 2 في. أصبح لدينا العامل المشترك هو كي سالب 2 في عامل مشترك، يبقى فقط من الحد الأول 2 r تربيع سالب موجب 3 كي في. سؤال 12. 3 زد أس 3 سالب جذر 18 زد تربيع زائد زد سالب 2. نقوم بعمل التجميع. لاحظ لدينا الحد الأول وهو 3 زد تكعيب زائد زد مع الحد الثالث الأول مع الثالث زائد سالب جذر 18 زد تربيع مع سالب جذر 2 وتحليل جذر 18. إذا سالب، لاحظ سالب 3 جذر 2 عند تحليل جذر 18 هو 3 وجذر 18 هو 3 جذر 2 سالب جذر 2. نقوم بإخراج عوامل مشتركة. لدينا لاحظ المقدار الأول والثاني هو زد فقط، وعند القسمة يبقى لدينا 3 جذر زد تربيع زائد 1 عند قسمة زد تقسيم زد يبقى 1 سالب، نخرج سالب، ونلاحظ جذر 2 هو عامل مشترك أيضا لدينا زد تربيع. إذا يبقى فقط لدينا 3 زد تربيع زائد 1. أصبحت الأقواس هي العامل المشترك. نخرج أحد الأقواس كعامل مشترك زد تربيع زائد 1، يبقى فقط من المقدار الأول زد سالب جذر 2. سؤال آخر. حلل المقدار باستعمال خاصية التجميع مع المعكوس. نقصد بالمعكوس ضرب المقدار في سالب 1. إذا نقوم بحل المقدار أو السؤال 13. لاحظ سؤال 13 نقوم بعملية تجميع، نضع كل المقدارين داخل قوس، لاحظ، ثم نخرج من الحد الأول والثاني 7 كعامل مشترك وواي تربيع، وعند القسمة الحد الأول 21 واي تكعيب، يبقى لدينا فقط 3 واي سالب 1. أيضا نقوم بإخراج 3 من الحد الثالث والرابع كعامل مشترك، وعند القسمة يبقى لدينا 1 سالب 3 واي. لاحظ أن الأقواس متشابهة ولكن هناك تقديم وتأخير بالأعداد. إذا نقوم بضرب لاحظ ضرب في سالب 1 لتغيير. إذا فقط يبقى لدينا 7 واي تربيع بالأقواس 3 واي سالب 1 سالب 3، ثم نقوم بتغيير الأعداد 3 واي سالب 1، لاحظ، ثم نخرج
الأقواس أحد الأقواس كعامل مشترك يبقى من الحد الأول 7 واي تربيع سالب 3 وهو الناتج. سؤال 14 أيضا نقوم بوضع كل مقدارين بشرط أن تكون هناك عوامل مشتركة بينهم، ثم نخرج. لاحظ لدينا 1 على 2 و1 على 4. ال1 على 4 هو العامل المشترك، دائما الربع هو أقل من النصف، إذا نخرج 1 على 4 عامل مشترك، ثم الرمز 3 x أس 3، وعند القسمة نصف تقسيم ربع هو 2، يبقى لدينا x سالب، وعند القسمة المقدار الثاني على 1 على 4 x تربيع x تكعيب، يبقى لدينا 1 زائد. أيضا نخرج 5 كعامل مشترك من المقدار الثالث والرابع، وعند القسمة 1 سالب 2x. أيضا نضرب، لاحظ نضرب المقدار في سالب 1 يكون القوس متشابه، ننزل 1 على 4 x أس 3 و2 x سالب 1 سالب 5، ونغير الأقواس يكون القوس متشابه. لاحظ أصبحت الأقواس متشابهة، نخرج أحد الأقواس من كعامل مشترك، نخرج أحد الأقواس، لاحظ كعامل مشترك، ثم عند القسمة يبقى لدينا 1 على 4 x أس 3 سالب 5 وهو الحل. سؤال 15 أيضا نقوم بوضع الحد الأول والثاني داخل أقواس لوجود عوامل مشتركة، والثالث والرابع أيضا. نخرج 3 عامل مشترك ثم z تربيع، وعند القسمة يبقى لدينا 2 z سالب 3 فقط زائد. أيضا نخرج 4 كعامل مشترك، وعند القسمة يبقى لدينا 3 سالب 2 z. نضرب، لاحظ في سالب 1 في سالب 1 بتغيير الأقواس فيكون الناتج 3 z تربيع، والأقواس تنزل كما هي سالب 4، والقوس نغير يبقى لدينا 2 z سالب 3. نخرج أحد الأقواس كعامل مشترك 2 z سالب 3، وعند القسمة يبقى لدينا فقط من الحد الأول 3 z تربيع سالب 4. السؤال الأخير سؤال 16 أيضا نقوم بوضع كل مقدارين داخل أقواس، ولكن بشرط أن تكون هناك عوامل مشتركة بينها. عند القسمة نخرج 5 كعامل مشترك وتي تربيع، أيضا نقسم 5 تقسيم 5 1، وتي تكعيب تقسيم تي تربيع، يبقى لدينا تي ناقص 3. نخرج أيضا سالب 2 كعامل مشترك، وعند القسمة يبقى لدينا تي سالب 3. لاحظ أن الأقواس متشابهة، إذا فقط نخرج أحد الأقواس كعامل مشترك، نخرج أحد الأقواس عامل مشترك تي سالب 3، ثم نقسم الحد الأول يبقى لدينا فقط 5 تي تربيع سالب 2 وهو الحل. إلى هنا أعزائي المتابعين ينتهي درسنا لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.